زي حضراتكم بصراحة اللي فاتوا امبارح تصريحات أسامة حسن وابن الزمالك البار محمد عبد الله فاتوا كتير فعلا يعني، لأنه الاثنين دول امبارح كانوا عاملين عظمة وادونا شوية هبد من اللي قلبك بيحبهم. نبتدي بمين؟ خلينا نبتدي مع الكابتن أسقس. كابتن أسقس كان مع كابتن مجدي عبد الغني في قناة الشمس واتكلم عن موضوع محمد الشناوي. تخيل انه الكابتن أسقس بيقول انه محمد الشناوي هرب من المنتخب. يا راجل طبعا ده ليه مصادره الخاصة. الكابتن أسقس هرب من المنتخب. طب ليه يا كابتن أسامة يهرب الشناوي من المنتخب؟ قال لك بعد فضيحة الستة. ايه هي الست اهداف؟ ده بيلعب كأنه مفيش خط دفاع قدامه يعني، لكن لا، ده هرب من المنتخب، وان النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في مستوى منتخب مصر الحالي. طب ايه اللي دخل الاهلي في مستوى منتخب مصر الحالي؟ قال لك عشان النادي الاهلي مسيطر على كل شيء في المنتخب وفي مصر كلها وفي الكرة المصرية كلها. 5 لاعبين من التشكيل الاساسي من الاهلي، والخمسة لا يستحقوا التواجد مع منتخب مصر. يا عيني على ارائك الفنية العميقة يا كابتن اسامة. الخمسة الاساسيين لا يستحقوا التواجد مع منتخب مصر. عشان كده مستوى منتخب مصر بنشوفه بالشكل اللي احنا شايفينه، وان النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في ضعف الدوري المصري. طيب تعالى كده يا كابتن اسامه، محمد الشناوي اللي انت بتقول عليه هرب، ده هيعمل عمليه وهيغيب من 4 شهور ل5 شهور. كمل تصريحاته بيقول انه محدش يقدر يطلع يقول على محمد الشناوي انه هرب زي ما كانوا يطلعوا بيقولوا على صلاح. ايه العلاقة؟ يعني صلاح ده راجل طبيب المنتخب نفسه طلع قال انه الاصابة بتاعته من اسبوع ل10 ايام، ومصر لو صعد الدور 16 هيغيب عن مباراة الدور 16، لكن في الادوار اللي بعد كده لو كمل المنتخب هيشارك. محمد الشناوي يا كابتن أسقس هيغيب من 4 ل5 شهور، من 4 ل5 شهور، وتدخل جراحي بسبب خلع في الكتف، وهيعمل العملية احتمال كبير في ألمانيا. ملهاش علاقة وملهاش ربط. النقطة الثانية اللي بتكلم فيها بتقول انه النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في اداء المخيب لمنتخب مصر. ليه؟ عشان 5 لاعبين من النادي الاهلي بيلعبوا اساسيين، وان ال5 لا يستحقوا. محمد الشناوي لا يستحق انه يلعب اساسي، محمد عبد المنعم لا يستحق انه يلعب اساسي، مروان عطية لا يستحق انه يلعب اساسي، امام عاشور اللي بيتغنى به الكاف لا يستحق انه يلعب اساسي. شيء غريب من أسامة حسن. نسيبنا من أسامة حسن نروح لابن الزمالك البار محمد عبد الله. محمد عبد الله مصدعنا بقاله فترة ومستميت في الدفاع عن نادي الزمالك، محسسك ان هم يعني من مواليد من ناشئين نادي الزمالك، مش كانوش الشهرين اللي لعبتهم في نادي الزمالك دول. قبل ما اقول لك محمد عبد الله ايه قال، عايز اقول الكلمة لمحمد عبد الله. مادام انت بتحب نادي الزمالك بالطريقة دي، ويعني عاشق من عشاق نادي الزمالك، طيب لما كنت في الاسماعيلي وتعرض عليك الاهلي والزمالك ليه اخترت الاهلي؟ والله ليه اخترت الاهلي؟ ليه ما رحتش لنادي الزمالك وضحيت باي فوارق ماديه او حاجه؟ انت راجل بتحب نادي الزمالك، ليه ما رحتش لنادي الزمالك ما دام انت مستميت جدا على نادي الزمالك؟ وفي نفس الوقت انتقالك من الاسماعيلي لنادي الزمالك هيبقى بكل سهوله وما فيش هيبقى غضب جماهيري بالطريقه دي. نيجي اقول لك قال ايه؟ تعال اقول لك. بيقول انه السبب الرئيسي في الهجوم على محمد صلاح هو مين؟ الخطيب. والله بجد قال كده، قال انه محمود الخطيب هو السبب في الهجوم، الصفحات واللجان الالكترونيه على محمد صلاح. ليه يا عبقري جيلك؟ بيقول انه الفتره اللي فاتت كان في مقارنه ما بين محمد صلاح والخطيب، انا والله ما شفت. وكان الناس بتقول انه محمد صلاح هو اسطوره كره القدم المصريه
عبر التاريخ، وده زعل الخطيب، ده زعل الخطيب. فعشان كده الخطيب استغل الموقف بتاع صلاح مع المنتخب وشغل لجانه الإلكترونية في الهجوم على محمد صلاح للقضاء عليه. أنا مش هرد على الحتة دي، لأن الزملكاوي قبل الأهلاوي عارف مين هو الخطيب. يعني الزملكاوي قبل الأهلاوي عارف مين هو محمود الخطيب. والله محمود الخطيب لو عنده الغيرة أو عنده الحتة دي زي ما أنت بتقول كان عمل كده مع أبو تريكة، اللي الناس حبت أبو تريكة أكتر من أي حد، يعني أكتر من محمد صلاح كمان. الهبل لناسه. الموضوع الثالث اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم إنه عضو اتحاد الكورة بيفضح فيتوري وأعضاء اتحاد الكورة. أنا آسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيفضح فيتوري واتحاد الكورة. إيه القصة؟ القصة إنه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عمرو أدهم كان في قناة نادي الزمالك في برنامج زملكاوي، وقال تصريح من وجهة نظري مفروض ما يعديش بسهولة كده. يعني لولا المنتخب وبطولة الأمم الشغالة كانت يعني كويس اللي قال التصريح ده في الزحمة اللي احنا قاعدين فيها دي. بيقول إنه فيتوريا مدرب المنتخب سهل علينا التواصل مع سبورتنج لشبونة، وكان عنصر هام في المفاوضات مع لشبونة في موضوع شيكابالا. الموضوع ده لما طلع من شهرين فيتوري، فينجادي، أعضاء اتحاد الكورة، نادي الزمالك نفسه، الكل أنكر الموضوع. دلوقتي عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم في قناة نادي الزمالك الرسمي في البرنامج الأساسي للقناة اللي هو زملكاوي قال التصريح دي. نستنى الرد. آخر حاجة أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. من وجهة نظري تصريح فيه استفزاز كبير للجماهير الأهلوية. بيقول أتحدى أي حد يطلع يتكلم عن الشناوي وزي ما كانوا يتكلموا عن صلاح. طب ماله الشناوي حضرتك؟ أيوة، يعني ماله الشناوي؟ الشناوي اتصاب وإصابته هيغيب عنها من 4 ل5 شهور. إيه العلاقة ما بين إصابة الشناوي وإصابة محمد صلاح؟ إصابة صلاح زي ما قلنا إنه طبيب المنتخب قالوا إن هم 7 أيام، من 7 ل10 أيام، ويغيب عن مباراة دور ال16 فقط. في الدور الثمانية هيكون متاح. لكن واحد زي الشناوي ده إصابة في الكتف هيغيب مدة غياب تصل ل5 شهور. فإيه العلاقة؟ ولا هو كلامه خلاص؟ طب لما طلعت رديت من فترة يا أحمد سالم على عدل القيعي وقلت إن أتحدى أي حد يجيب لي تصريح إن أتكلم فيه عن النادي الأهلي. ما هديك بتتكلم عن النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم الناس دي الهدف عنديها الأساسي هو الحديث عن النادي الأهلي وهجوم على النادي الأهلي فقط لا غير. أي شيء تاني لا عادي، ما تفرقش. مش عاوز أطول على حضراتكم أكتر من كده. أتمنى من حضراتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.